ايه المتعه والجمال والحلاوه اللي بيقدمها نادي الزمالك دي في الملعب؟ ايه يا جدعان ده؟ مكانكم مش في الدوري المصري. انتوا لعيبه الزمالك دي مكانها في الدوري الانجليزي. انتوا تركنوا مرموش وصلاح وانديه الدوري الانجليزي كله ونتفرج عليكم. لا، اصل المتعه دي والعهر الكروي واللي بيحصل ده بصراحه يعني لا، محتاج انه ما يلعبوش في رمضان. حرام ان الزمالك يلعب في رمضان. اصل احنا مش هنضيعوا ثوابنا عشان خاطر شويه لعيبه، عشان خاطر 11 واحد. يا عم اتبرعوا بمرتباتكم كلها، ما تقبضوش مرتب، اتبرعوا بيها زكاه في رمضان، يمكن ربنا يكرمكم وتكفروا على اللي بتعملوا فينا. اصل بتعملوا فينا ده حرام. لا، ما هو انتوا لا مدرب ولا لعيبه ولا اداره ولا دنيا، وكل ما شاء الله بنخسر. احنا بقينا نخسر. بص، بنخسر 9 ونص وبنخسر 11 ونص. بنخسر 9 ونص يد وطايره وسله وبنات ورجاله وكله. احنا تقريبا حتى لو لعبنا بيلي للمسافات البعيده هنخسر فيها. لا، احنا داخلين على مرحله صعبه يا جدعان. احنا ما شاء الله، احنا ميدو وحازم امام باعوا لنا الوهم. احنا بدل ما نخطط على جوميز ونجيب مدرب نفس افكار جوميز ونكمل عليه بطريقه اللعب اللي كنا ما شاء الله بقينا نعرف نلعب كوره، لا نجيب مدربين تهدم طرق اللعب وتبدا لنا افكار غريبه. اصلا احنا لا عارفين ندافع ولا عارفين نهاجم، بنلعب 3 مدافعين وبيدخل فينا اهداف مضحكه. لا يعني سلطه بلطه. الدنيا سلطه بلطه. انا عايز اعرف احنا بنشجع مين؟ هننافس ازاي على البطولات؟ احنا ده فريق ينفع ياخد بطولات يا جدعان؟ ده فريق، ده لعيبه بتاخد ملايين. ردوا عليا. ما هو انتوا اكيد عندكم في الدورات الرمضانيه فرق احسن من الفريق اللي احنا بنتفرج عليه ده. مستحيل.